السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله باذن الله نفتح قراءة برج العذراء، وان شاء الله باذن الله خير للعذراء. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الفيديو مسجل ولكن الطاقة جديدة. النهاردة السبت 12 اغسطس 2023. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، ولو اول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد مننا. يلا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. ما شاء الله يا برج العذراء، عندك هنا مكانة حلوة أو مكان مرموق، هتبقى توصل لمكانة عالية، أو هيبقى عندك مكان أعلى من اللي انت فيه. يعني انت ممكن تكون صاحب عمل وذو سلطة، بس هتوصل لحاجة أكبر كمان، وعندك ترقية أو عندك تهنئة كتيرة، وتهنئة بترقية بمستوى مرموق قوي كمان. فما شاء الله عندك هنا علو شأن، الله يحفظك يا رب. انت في انتظار اوراق او حاجه متعطله معاك بقالها فتره، بقالها شهور مش بقالها سنين. الامر ده بقاله شهور، بس راحت انت توصل للاوراق دي، او لو كانت حاجه تخص شغلك، هي حاجه تخص الشغل ان شاء الله باذن الله راح توصل لها يا برج العذراء، او راح تجيلك يعني بالايجاب ان شاء الله باذن الله. برج العذراء بدات تبتدي حياه حلوه، وخلاص انت في اول الطريق بدايه حلوه يا برج العذراء، وان شاء الله باذن الله هتكمل معاك على خير يا برج العذراء. في عندك هنا مساعده من اشخاص، هما 2 مساعده عندك من 2، وان شاء الله باذن الله راح يساعدوك او يساندوك، او هما يوعوك لامر ما. يعني في هنا محاكم هنا لبرج العذراء، وان شاء الله باذن الله هتكون لصالحك انت. في هنا قضيه هتكون لصالحك انت يا برج العذراء على خير ان شاء الله باذن الله. لو في حاجة عندك بتتأجل بخصوص محاكم او بخصوص قواضي، فما تقلقش خالص، ما تقلقش. داخل على مشروع كويس يا برج العذراء، والمشروع ده هيكون مربح جدا، بس احذر من الشراكة. لو اي حاجة فيها شراكة احذر منها، احذر من الشراكة يا برج العذراء. في هنا اسم ريم، وهنا اسم رينات، وحرف النون متكرر، وحرف الراء، وحرف الميم. حرف الميم متكرر كتير كتير جدا، واسمه لوجين هنا، اسمه لوجين موجود. في حاجة تخصكم خلال شهرين، يعني حاجة كمان شهرين ان شاء الله بإذن الله. شهرين هيكون عندك هنا، هتمتلك شيء، هتمتلك حاجة كنت انت نفسك فيها قوي يا برج العذراء. هو امتلاك شيء، بس كمان شهرين ان شاء الله بإذن الله، كمان شهرين. وفي امور هنا هتوصل لبعضها، او في انت هنا لو في قضية، او لو في مثلا حاجة تخص شغلك وكانت متعرقلة شوية او من شبه ذلك، لكن انا اقدر ان انا اقول لك انك انت كمان شهرين الامور هتتواصل لبعضها، او هتفهم انت عايز ايه، او هتعرف انت عايز ايه. بس خلال شهرين هتمتلك حاجة كان نفسك فيها، او انت في انتظارها، مش حاجة كده هتمتلكها بدون، لا انت في انتظار الشيء ده يا برج العذراء، وان شاء الله باذن الله على خير. توصل لمرادك يا رب، وحلمك راح يتحقق. في حلم هنا راح يتحقق، وانت هنا على بداية الطريق زي ما قلت لك، وان شاء الله باذن الله راح يتحقق حلمك يا برج العذراء. معجبين كتير عندك يا برج العذراء، بس في الفاضي. قفل 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 يا برج العذراء، لان من الواضح ان انت بص، على قد ما في علاقات كتيرة، ولكن انت تعبان نفسيا، يعني حياتك فيها تعب، مش مرتاح، محدش بياخد خطوة ايجابية معاك. بيكلموك ويقول لك احنا بنحبك وبنموت عليك ومش عارف ايه، ولكن حتة الارتباط نفسه او الزواج ما بيقولوهاش. يعني هم واخدينكم كده انه بيحبوا فيكم علاقة كده، ولكن مش الجاد في الزواج. فانت يا برج العذراء حاول انهي كتير كده، وسيبها على الله، وان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك بالاحسن، ويرزقك بشخص يعني يسعدك فعلا، ويديك الحب والحنان والطمأنينة وكل ده ان شاء الله باذن الله يا برج العذراء. ده في طريقك يعني، بس حاول تقفل العلاقات الكتيرة اللي في حياتك دي يا برج العذراء، عشان تعرف انت عايز ايه، لان الحاجات دي ضغوطات عليك. شايفه ان هنا يعني اكتر حاجه الست هنا مضغوطه قوي قوي. في حد هنا مقيد بسحر، عندكم تقييد بسحر، والسحر ده من امرأة. تمام. الامرأة دي كانت صاحبة او صديقة، على فكرة امرأة كلت معاكم عيش وملح، بس الامرأة ديت عملت لكم سحر،
توقيف حال او يعني غيرة مش اكتر، غيرة. فهنا في توقيف حال عند برج العذراء، بس سببها امرأة، سببها امرأة. حرف السين خدها ليك، وخدها ليك او ليها يا برج العذراء. وحرف العين، سين عين. تمام. خدوا الاسمين دول، انت كده هتبقى عارف ان كانت هي او الطاقه ليك او لحد تاني، فهتاخد اللي ينطبق عليك عشان ما حدش يقول ده كله انا مسحور او انا معمول لسحر او كده. انا بحدد لكم طاقات باسامي او بحروف، بحيث ان انا ما ينفعش الاسم كله يكمل، ولكن انت هتاخد الطاقه اللي هتنطبق عليك يا برج العذراء. عندك شموع بتتقاد، يعني انت عندك مناسبة حلوة، ممكن عشان بقى طبعا عشان عيد ميلادك، ولكن في هنا صلح بين اتنين. وطبعا انت داخل على عيد ميلادك، ففي ناس بتحتفل بأعياد ميلادها، ولكن الشموع ديت طبعا شموع لا، هي شموع احتفال بين اتنين في تصالح، او في حد هيعمل لكم جو رومانسي، او انت يا برج العذراء هتعمل جو رومانسي مع الحبيب او كده. فان شاء الله باذن الله على خير يعني، وهيبقى في صلح يعني. في حد بحبكم قوي قوي يا برج العذراء، حب بحرف الام ماشي، وحرف الام. على فكرة الطاقتين دول بيحبوكوا جدا، في حب على فكرة، بس هما الخطوة لسه مش جاية، بس ان شاء الله باذن الله راح يبقى بينكم توافق. ايا كانت التوافق، لو انت ضمر على زواج، او انت يعني حتة الارتباط او كده، يعني هيبقى في ارتباط تمام، بس حاول تتجاهله شوية، خليك تقيل شوية على الحبيب، ولكن هتلاقيه هو يجي يعني يوصل له انك انت حد غالي عليه، يتقل عليه شويه، وهو ياخد خطوه الارتباط. لان شايفه في حد بيحبكم، او الحب ده حب احترام، بيحبكم حب احترام يا برج العذراء. ما شاء الله عندكم هنا تساوي الامور، او لو حد هنا، او لو انت يا برج العذراء حد بيقولك انت متكبر، انت حد شخص متكبر، عايزه اقول لك يا برج العذراء ما تشغلش بالك. طب لو انت بتتعامل مع حد متكبر برضو، ما تشغلش بالك بالشخص اللي متكبر، ما بيتنفخش غير الفاضي زي ما بنقول. لو كان حد مثلا بيقعد يقول لك انا بعمله وبيحب يتفشخر كده، بيتباهى بنفسه، فسيبك منه، لان انت شكلك عارف ان هو يعني يعني ايه، بيتباهى بيتفشخر، بيحب الفشخره يعني، يعني بيتباهى بنفسه. وده طبعا انت مش بتحب الشخصيات دي يا برج العذراء، انت بتحبوا الناس المحترمين او الحد العقلاني، يعني انتم بتحبوا الحد العاقل، مش اللي بيهطرس في الكلام الفاضي. فانتوا عايزين حد ناضج وحد فاهم وحد عاقل. انتوا عاقلين وعايزين حد كمان يكمل العقل بتاعكم. مش شخص تافه، مش شخص تافهه. فانت مش عايز حد يكون قليل، فاهم انت يا برج العذراء؟ يعني ان شاء الله باذن الله راح يعني حاول تقلل او تتجاهل شويه، وان شاء الله باذن الله يا برج العذراء راح الحبيب تبعك يحس بيك، او التجاهل ده هيجيب نتيجه مع اي شخص ما. بعتذر لان انا داخله على دور برد. لا حول ولا قوه الا بالله. فان شاء الله باذن الله يا برج العذراء امورك راح تتحسن، في عندك تحسين امور جميله جدا. انت ممكن دماغك مشغوله حبتين، دماغك مشغوله، ممكن يكون احلامك اصلا مزعجه الفتره دي، او مش حاسس بالاحلام، حاسس نفسيتك مش حلوه، حاسس ان في قلبك مقبوض بيتخطف كل شويه. كل ده راح ينتهي يا برج العذراء خالص تماما، وراح ينتهي. انت عندك هنا بدايات حلوه. بسم الله، نفتح الطاقه اكتر ونشوف. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. على فكرة عندكم زواج يا برج العذراء، عندكم زواج يعني خلال الايام دي، او هيكون السنة الجديدة عندك ارتباط رسمي رسمي، وهيكون في عندك زواج، والزواج ده هيكون عن حب يعني. علاقة حب يا برج العذراء. فحد هياخد خطوة ايجابية، خطوة ايجابية ان شاء الله باذن الله. يوم الاثنين في عندك هنا هتخلص حاجة كنت انت عندك ازعاج منها. يوم الاثنين يعني النهارده السبت، لحد الاثنين، وممكن الاثنين ده اكيد يعني. فانت هتخلص حاجه، هتتخلص من شيء انت كان عامل لك ازعاج، خلاص انت هتنهي حاجه يوم الاثنين ده ان شاء الله باذن الله. والانهاء ده هيكون لصالحك يا برج العذراء، فما تقلقش خالص. اي امور مضايقاكم، او انت مش عارف تاخد قرار، او انت كده، في صلاه الاستخاره، وراح ربنا ينور لك طريقك ان شاء الله باذن الله. برج العذراء استغفر كتير، وصلى على النبي كتير،
وخليك قريب من ربنا. انا شايفه ان في هنا ناس بتعمل ورد كويس جدا ليها، بتنظف طاقتها، بتعرف لو كانت محسوده او مسحوره. ما شاء الله عندكم حاجه كده زي روحانيات، ولكن هي مش الروحانيات الكامله، احساس بيجيلكم احساس او احلامكم. فانت بتبقى انت ذكي يعني، او قراءتك للورد بينبهك، او عندك تنبؤ من ربنا سبحانه وتعالى، او بيجيلك اشاره انك بتحس ان في حد اذيك او حاجه. قلبك دليلك يا برج العذراء، دايما يعني بص نشلت يا ناصح. دايما تفكيرك بيكون صح، دايما بيكون توقعاتك صح. لما بتحس من الشخص ده انه هيغدر فعلا بيغدر بيك. الشخص ده كويس بالنسبه لي، بيكون كويس ليك. ربنا بيرشدك او بيحسسك بحاجه جواك في القلب. فانت احساسك دليلك، او احساسك فعلا يعني بص 2% لو خيب ظنك في الشخص اللي قدامك، ولكن احساسك دايما بيكون في محله يا برج العذراء. ما شاء الله عليك. في هنا اسم نهال ومنال ولميس ورنا ونادية ومنى ومسعد ومحمد ورضوى. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس الاسامي اللي انا هقول لكم عليها ده هيكون في الفعل هتوصل لحاجه كانت نفسها فيه، وهتوصل وهيبقى عندها علو شأن. فانا بسمي الاسامي عشان تستبشروها خير يعني. وهنا اسم نرمين. على فكره انا في اسامي قلتها انا عارفاها شخصيا، فيا رب يكون الطاقه دي من نصيبكم يا رب. اسم نرمين واسم لميس واسم نهال ان شاء الله. واسم طلال هنا، واسم طلال موجود، واسم غزوة، وغزوة هنا موجود. ما شاء الله الأسامي دي على فكرة في منها سعوديين. طيب وفي هنا أبو سليم وأم سليم. لو في بينكم مشكلة فراح تتحل، راح تتحل. بس طول بالك وما تدخلش حد بينكم الاسمين دولت او اللقب ده. تمام، الاتنين دولت على فكرة في هنا امرأة بتحاول توقع ما بينكم، او مرة بتبوظ العلاقة اللي بيناتكم، او في امرأة دخلت بوظت العلاقة بالفعل. فانت يا برج العذراء حاول تطول بالك على الزوجة، او لو انت راجل بتسمعني طول بالك على زوجتك، لان من واضح ان في هنا حد بيدمر العلاقة بيناتكم، او خلاص يعني الامور وصل. بس طول بالك وافصل شوية، او افصلي شوية، وان شاء الله باذن الله راحت الامور تتحسن للاحسن ان شاء الله باذن الله. في مقابلات كتيرة أول فترة الجاية يا برج العذراء، أو في هيبقى ليك كلمة أو هيبة، أو هتبقى شخصيتك أعلى من اللي أنت فيها دلوقتي. مكانك على فكرة أنت ثابت وجودك في أي مكان، سبحان الله عندك إثبات، يعني بتثبت وجودك حتى لو أنت داخل مكان الكل بيعمل لك هيبة كده، في هيبة كده جواك. أو حد لو مش إنك أنت بتحب ترسمها، لأ أنت لوحدك، لأن أنت حد فخم كده. فهنا في حد بيعمل لك 1000 حساب، 1000 حساب بيعملوا لك 1000 حساب يا برج العذراء، راجل امرأة هنا. راح بقى ال الناس اللي حواليك دولت، اللي في حد عاوز يعني يحبطك شويه، عاوز يحسسك انك انت ولا حاجه، انك انت مش الست اللي هي، ولا الراجل اللي هو هيقلل منكم شويه. ولكن ده ولا تشغلوا بالكم بيه، لانه حد حقود، حد حقود. فحد هنا بيتكلم من ورا الظهر يا برج العذراء، وحد قريب منك قوي، حد قريب منك يعني مش حد غريب. راحت امنيتكم تتحقق، وفي شجره مثمره ما شاء الله. الشجره دي لما بشوفها في اي ابراج انا بتفائل بها خير. شجرة الكيو ده جميلة جدا، فشجرة يعني مثمرة بفاكهة يعني جميلة. فعلى خير يا رب. عليك بقراءة سورة الواقعة، استمر بسورة الواقعة راجل امرأة، وان شاء الله باذن راح الخير هيعم عليك. والله مش هتبقى مع الاستغفار طبعا، مع صلاتك على النبي، مع الصلاة في ميعادها. صلي يا برج العذراء وقراءة سورة الواقعة. ولو انت محسود عليك بقراءة سورة النمل وسورة الصفات. الصور دي ان شاء الله باذن الله لو عملتها ورد ليك هتلاقي كل الامور عندك بتتساوى. في امور، في مشاكل، في عندك امور عرقله، في حد هنا بيدبر لك مكيده. عليك بقراءة سورة الفيل يوميا، ما تستناش للثلاث ليوم الاربع، لا اقراها يوميا على اعدائك، على انها تحفظك من الاعداء. وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظك بالفعل، وهتعدي يا برج العذراء. لان انت في عندك حلم، وفي حد بيكسر فيك او بيحبطك او بيغروش عليك، او شايف انك بتنجح فعاوز يحبطك. لا سيب كل حاجه وخليك بقراءة سورة الفيل. راح اللي مركزين معاك راح هم بقى يتلهوا في نفسهم كده، ويشوفوا نفسهم على بعض. انت راح تحقق ان شاء الله باذن الله، توصل لمرادك باذن الله، باذن الله تعالى.
وادعي يا برج العذراء ان شاء الله باذن الله دعواتك مستجابه باذن الله، وانت احساسك بيدلك، وانت شخص طيب جدا، بالفعل طيب جدا. طبعا اكتفي بقراءه برج العذراء، ان شاء الله باذن الله لما انطبقش على القراءه ينطبق على الفيديو القادم ان شاء الله. وبعتذر طبعا على القراءه لو اذا حد طاقته ما جاتش او الطاقه بتاعتي زعلت حد منكم، فبعتذر لكم، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.